ايه ده؟ مين اللي بيخبط كده؟ استنى يا بابا، انا لازم اعترف لك بحاجه الاول قبل ما تفتح. تعترف بايه؟ بصراحه انا عملت خط باسمك نعم. واشتريت الموبايل ده بالتقسيط. وما دفعتش الاقساط صح؟ بالظبط. يا نهار ابوك ازرق، يعني اللي بيخبط ده جاي لنا. غالبا. قوم افتح. في حاجه كمان، انا بعت خطوط لاصحابي باسمك. ايه؟ اسلام عمل حسابات سوشيال ميديا باسمك وصورتك، وكان بيكلم من عليهم بنات يا فضحتي، وبيشتم في الناس كمان. يا مصيبتي. ومصطفى كان بيطلب اكل كتير وما بيدفعش وبيضيف الحساب على اسم صاحب الخط، والمطعم عمل فيك محضر. الله. ومين كمان؟ عبد الرحمن دخل شحن العاب وسجل فيهم كلهم ببياناتك. ودفع كام؟ 18,000 جنيه. ربنا ياخدك انت واصحابك، هتلبسني مؤبد. ايه بقالي ساعة بخبط على الباب وشايلة طلبات كتيرة، اترشيتوا؟ الحمد لله طلعت ماما. لو خيروك القرآن الكريم أو سيارة فيراري، إذا اخترت القرآن الكريم ضع لايك واشتراك واكتب في التعليقات: اللهم أنر قلوبنا بالقرآن.